بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده كده معانا كوبايات من الدسباسيتو بطريقه حلوه وسهله لاصحاب المشاريع، وكمان من غير اي ادوات. يعني احنا مش نتكلف حاجه. لو هتعملي مشروع ابدئي واتكلي على الله. ويلا تعالوا بقى نشوف المكونات بتاعتنا وهنشوف هنعمل ايه في الفيديو بتاعنا. معانا بيكنج باودر ومحسن بودر، 3 بيضات وفانيليا وزيت ولبن ومعلقه وكوبايه سكر وكوبايتين من الدقيق. تعالوا بقى، هنا معانا ال3 بيضات، وهنحط السكر، وهنحط كمان الفانيليا السايله حلوه قوي، بتضيع اي ريحه في البيض. هنديلهم نخفقهم كويس جدا لما يوصلوا باللون ده. العجان طبعا او المضرب هيبقى حلو قوي قوي معاكي. ناخد بالنا، احنا ممكن نضربه بال... بال... بأي مضرب سلك عندك، بس العجان او المضرب الكهربائي هيفرق معاكي جدا. انا طبعا ضربته ونزلت باللبن وبالزيت وقلبته تقليبه، وبعد كده هنزل بالمكونات الجافة عندي اللي هو الدقيق والبيكنج باودر والكاكاو ومحسن الكيك. هنزل بقى كله وهقلبه تقليبه. طبعا هو مش بياخد معايا وقت في التقليب بعد الخطوة بتاعة البيض والسكر. اهم حاجة في الموضوع ده البيض والسكر لازم يوصل للون الكريمي معاكي. طبعا هنا الكوبات معايا، الكوبات دي مش غالية، تقريبا ب2 جنيه ونص او ب3 جنيه، بتختلف من مكان للتاني. طبعا هنا ناخد بالنا ان احنا ما نملاش الكوبات، نحطها بس نص ربعها او نصها، تبع حجم الكوب معاكي ناخد بالنا. وهقولك برضو على افكار حلوة لو هي طلعت زايدة معاكي هتعملي ايه. هنا شكل الكوبايات حلوة قوي. الكوبايات دي بتدخل الفرن. هحطها بقى في صاج كده عشان الشبك عندي او عشان الصاج عندي. هحطها في صاج وادخلها الفرن على درجة حرارة 170. بتاخد بالظبط تلت ساعة. ناخد بالنا. طلع معايا بالشكل ده. طبعا مش هشتغل فيها ولا هعمل فيها اي حاجة، هسيبها لما تبرد تماما. طبعا هنا انا قطعت الوش بتاع الكوبايات عشان الكوبايات معايا لما احط الجناش او الكريمه او ايا كان الحشو اللي انا هحطه يوصل للسطح بتاع الكوب معايا. طبعا هنا شايفين تجيبي سكينه مشنشره كده زي ما انا عملت، وتقطعي كده. شايفين الهشاشه والكيك من جوه عامل ازاي؟ رائع جدا جدا. شايفين الجمال؟ انا طبعا هنا قطعت كل الكوبايات معايا الوش بتاعها عشان يبقى متساوي. وطبعا هنا انا حطيت في كوبايات من دي، او تحط في كوبايات زي اللي انا عاملاها زي ما هتيجي معاكي. طبعا هنا كوبايه من اللبن الدافيه، وكيس من النسكافيه. ما عندكيش نسكافيه يبقى معلقه كاكاو، مفيش كاكاو يبقى لبن، مفيش لبن يبقى ميه، اللي هو السيرب اللي هو الميه بالسكر. كل الحلول متاحه معاكي وتقدري تعملي في اي وقت. الكوبات اللي هي البنية دي مش حلوة زي الكوبات اللي هي الألوان ماسكة نفسها شوية، لكن دي لأ. خدي بالك وانت بتشتغلي وشوفي الخامات اللي معاكي ان هي الخامة الأفضل وتشتغلي فيها. طبعا هنا انا بسقي كل الكوبات معايا عشان يتشرب. هسيبهم بقى على جنب وتعالوا نعمل الكريم شانتيه. طبعا احنا عملناه مع بعض قبل كده، بس احنا عشان المشروع بتاعنا يبقى كامل او عشان الحلقة بتاعتنا تبقى كاملة لازم نقول على كل حاجة. هنا حطيت كوباية من السكر، سكر عادي حبيبات، وكوبايتين من المية، وهدوبهم الاول وبعدين كده احط الكريم شانتيه. لو انا عندي سكر بودر احط السكر البودر والكريم شانتيه والميه واضرب. طبعا هنا هنيجي بقى نقول الفكره بتاعه الكاكاو. لو انا ما عنديش شوكولاته احط كاكاو، ما عندي شوكولاته احط الشوكولاته. الكاكاو بيدي لون حلو قوي قوي في الكريم شانتيه، زي الجناش كده بالظبط. شايفين القوام معانا حلو ازاي؟ طبعا هنا احنا لسه لغايه الان ما استعملناش لا ادوات ولا اي حاجه. هنا بقى بالسباتولا بالمعلقه هتسوي السطح بتاع الكريم شانتيه او الجناش معاكي بمنتهى البساطة، من غير ادوات ومن غير اي حاجة. حاولي تساوي الاطراف وتخليها كلها في مستوى واحد. شايفين؟ كل بساطة ومعاكي خطوة خطوة.
طبعا احنا هنجيب منديل ونساوي كل الاطراف مع بعض عشان الكوبايات معايا يبقى شكلها حلو ونضيف. طبعا هنا انا كملت بقية الكمية مع بعض، شايفين الجمال. طبعا هنا انا مش هعمل شوكليت على طول، لا انا هحطهم في التلاجة قيمة نص ساعة او ساعة. هنا معايا شوكولاتة دريم. دريم دي من انواع الحلوة قوي قوي، شوكولاتة فاتحة مش غامقة، الدارك حلوة والفاتحة حلوة. طبعا هنا انا بفضي الكيس معاكو اهو، قطعيها كده. انا هنا بقول البدايل وبقول الحاجة بالتفصيل. طبعا هنا انا جايبة لبن مغلي من على النار، لو ما عنديش لبن يا ام اسيل مية برضو مغلية هنزل بيها على القطع بتاعة الشوكولاتة، وهقلبها بقى تقليبة حلوة. هيقع منك بقى على الرخامة وانت بتقلبي فمش مشكلة، هنمسح الدنيا ونظبط الرخامة بتاعتنا فمفيش مشكلة عادي. هقلبه بقى تقليبة حلوة. طبعا هنا عايزة تحطيها على حمام بخار ماشي، مش عايزة تحطيها ولبن معاكي سخن كفاية ان هو يدوب الشوكولاتة، ما فيهاش مشكلة تماما. هنا بقى انا هحط مكعبين زبدة، ما عنديش زبدة برضو هحط معلقتين من الزيت، بس اهم حاجة نوع الزيت يبقى كويس، يبقى خفيف. طبعا النوع بتاع دريم بيدي لمعة حلوة قوي قوي. طبعا هي لسه سخنة، مش هشتغل بيها وهي سخنة كده، انا هستنى عليها لما تبرد. طبعا هنا شايفين القوام عامل ازاي، طبعا هي اما تبرد بتتقل. فهنا شايفين انا طبعا طلعت الكوبايات معايا، شايفين بالمعلقة ولا اي حاجة، شايفين الجمال، شايفين انا هنا بعملها ازاي. طبعا هي عشان كانت باردة ومحطوطة في التلاجة وسقعت، الشوكولاتة بتنزل عليها تمسك على طول، مش محتاجة ان انا افرد ولا اعمل حاجة. الطريقة دي سهلة واحسن من المعلقة واحسن من اي حاجة ان انت هتستخدميها. شايفين هنجربها كمان في واحدة معاكو. الكوبايات دي برضو حلوة قوي، الاسعار بتختلف من منطقة لمنطقة، ناخد بالنا. شايفين الجمال، بكل سهولة، ولا معلقة ولا سباتولا ولا أي حاجة ولا أي مكونات. طبعا هنا جبت كيس، جيبي بقى كيس تلاجة الكريم شانتيه أو الجناش اللي احنا عملناه، همشي كده بخطوط. شايفين الطريقة بتاعة التزيين دي بترجع ليكي. انا بقول لك افكار وانتي بتبتدي ان انتي تنفذيها، عايزه تنفذيها ماشي، عندك افكار تانية وبتعمليها ما فيهاش مشكله خالص. طريقة سهلة جدا جدا، شايفين بتعمليها بقى زجزاج، بتعمليها خطوط عريضة زي ما انت عايزة. معاكي كل الحلول وبطريقة سهلة تقدري تعملي مشروعك وانت قاعدة في البيت بطريقة سهلة ومش مكلفة خالص. طبعا نوع الدقيق بيبقى متعدد الاستخدامات، في ناس بتعمله بالسبونج عادي، السبونج معاكي حلو وده حلو، بس ده هيدي طعم احسن من السبونج معاكي في الكوبايه. هنا بقى هنجيب خله ونروح ونيجي كده في الكوبايات بتاعتنا. شايفين بقى الحلاوه، شكلها لوحه فنيه. طريقه سهله وبسيطه جدا جدا، مش هتاخد منك لا وقت ولا مجهود. تعمليها بقى لولادك، تعمليها في عزومة، عندك مناسبة، عندك عيد ميلاد، عايزة تفتحي مشروع اونلاين، براحتك. طريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة. تعالوا بقى الكوبايات دي هنعمل فيها ايه. طبعا عندك كريسب بقى، عندك اي حاجة. شايفين تنوعي، متخليش كله بقى شكل واحد، لا احنا ننوع. شوية لولي بقى كده، شايفين الجمال.
الجمال عدى الكلام. اللي ما اشتركش في القناة فايته كتير. شايفين الحلاوة؟ هنا بقى طريقة التقديم حلوة قوي، والكوبات رائعة بصراحة. ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جاي.